وانا في الحقيقه مش عارف ليه حضراتكم لما اتحكم عليه بالاحكام الجنائيه، هو في النهايه هو سجين جنائي ما هوش سجين سياسي، بداتوا تستدعوا مساله الجنسيه البريطانيه، مساله العفو الرئاسي كمان اللي انتوا بتنادوا بيه، ده موضوع محل نقاش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عمله عمرو درويش في مؤتمر سناء سيف الصحفي بيدل على انه عارف السيسي كويس، وعشان كده عبر عنه بدقة لما قال ان مسألة العفو الرئاسي اللي انتوا بتنادوا بيه ده موضوع محل نقاش. عمرو درويش أدرى بالسيسي، وهقول لكم ليه. ولما فرق بين السجين الجنائي والسياسي في العفو الرئاسي كان بيعبر عن مبدأ السيسي في التفرقة، بس عمرو اتلخبط شوية ما بين الجنائي والسياسي، واتكلم كأن السيسي بيدي عفو للسياسي وما بيديش عفو للجنائي، بينما الحقيقة هي العكس على طول الخط. السيسي بيعفو عن الجنائي لأنه أذى الشعب، والشعب ما يهمش السيسي في حاجة، بينما المعتقل السياسي ده إنسان ما أذاش حد، بالعكس ده كان عايز الخير للشعب، بيطالب له بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ودي مطالب تفيد الشعب اللي ما يهمش السيسي في حاجة، لكنها في نفس الوقت مطالب تأذي السيسي وتخوفه، عشان كده هو حريص على مواصلة الانتقام من السياسي. السيسي ما بيديش عفو للمعتقل السياسي إلا وهو مضطر جدا وفي أضيق الحدود جدا. فاكرين الغبي منه فيه اللي رمى الفلوس اللي ما بتشكلش حيازتها أي جريمة لأنها مش بتاعته، واحتفظ بالمطوة اللي حيازتها جريمة لأنها بتاعته. أهو ده المبدأ اللي السيسي بيطبقه بالضبط. بيرفض العفو عن السياسيين اللي ما أذوش الشعب لأنهم ممكن يأذوه هو، يأذوا السيسي، وبيعفو عن الجنائيين اللي أذوا الشعب والشعب ما يهموش في حاجة، مش بتاعه من الآخر. رميتهم فين؟ انت قبل اللجنة. قبل اللجنة ازاي؟ ما انا لما لقيت نفسنا داخلين على اللجنة شغلت مخي، قلت اطلع الفلوس من جيبي وارميها على طول. يعني رميت الفلوس وما رميتش المطوة؟ المطوة بتاعتنا بس الفلوس مش بتاعتنا. يا لهوي. عمرو درويش لما قال ان مسألة العفو الرئاسي اللي انتوا بتنادوا بيه ده موضوع محل نقاش، كان بيعبر عن عقلية السيسي، عقلية انا الدولة والدولة انا، العقلية اللي بتعتبر الصلاحيات القانونية لمنصب الرئيس امتياز لشخص الرئيس، زي ما بتعتبر منصب الرئاسة كله امتياز للرئيس، مش وظيفة بيقوم بيها في حدود التكليف بالمهام والصلاحيات المحددة بالقانون والدستور. العفو الرئاسي صلاحية للمنصب مش امتياز للشخص، الشخص مفيش على راسه ريشة، صلاحية بينظمها القانون وما هياش منحة ولا تفضل ولا بالمزاج. ومن التعنت عدم استخدامها لصالح علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر وآلاف غيرهم من المعتقلين اللي هم في الواقع معتقلين سياسيين، حتى وإن كان سجنهم بيتم تحت ستار أحكام أصدرتها السلطة التنفيذية مغتصبة صلاحيات القضاء. ولو كان علاء محبوس احتياطيا كما يدعي البعض فالتعنت أشد وأوضح، لأنه تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وأصبح الإفراج عنه وجوبيا. لكن زي ما قلت لك السيسي بيستخدم صلاحيات منصب الرئاسة لخدمة مصالحه الشخصية، عشان كده ما بيفرجش عن السياسيين إلا ورجله فوق رقبته وبالقطارة، بينما بيفرج عن الجنائيين بالمئات والآلاف وبالمخالفة للقوانين المنظمة للعفو الرئاسي. على طريقة عفو يا كابتن، هو عفوك انت؟ لا، ده عفو انا، عفوي وانا حر فيه. ده شعر بتاعي انا هدفعه. ده شعر. كان شعرك؟ لا. كان شعرك يا كابتن؟ ولا اعرفه يا فندم. خلاص ده شعري، انا اللي لقيته انا هدفعه. هاي شعري وانا حر فيه، اغسله واكويه افرده واكويه انا السيسي يفرج عن المتهمين ويعتقل الضحايا، يعفو عن القتلة ويدين القتلى. بس عمرو درويش اتلخبط وافتكروا بيعمل العكس، افتكروا بني آدم زي كل مخاليق ربنا الأسوياء. وعايزين نقول لعمرو انك فاهم غلط يا عمرو، فاهم غلط لدرجة الجهل، فما تتكلمش تاني في حاجة انت ما تعرفهاش يا بابا عشان موقفك ما يبقاش بايخ. وتابع معانا صور الجريدة الرسمية لقرارات العفو الرئاسي اللي أصدرها السيسي
لصالح آلاف الجنائيين عكس ما انت قلت. هناخد النماذج الأبرز من القرارات دي، وهنعرض في الأول مقتطفات من الوثائق، وبعدين نشوف الوثائق كاملة في آخر الفيديو للي عايز يراجعها واللي عايز يحتفظ بيها واللي عايز يحطها في أرشيفه. ونبدأ من يونيو 2017 لما أصدر السيسي قرارا بالعفو عن 502 من المساجين الجنائيين، منهم هشام طلعت مصطفى، ومن لا يعرفه هشام طلعت مصطفى اللي السيسي بيوكل إليه مقاولات دلوقتي، بينما هو مدان في جناية قتل سوزان تميم في دبي سنة 2008. وفي مايو 2018 يعني في السنة اللي بعدها على طول أصدر السيسي قرارا بالعفو عن 332 سجينا جنائيا، منهم صبري حلمي حنا. اتلخبطت انت كده، صبري حلمي حنا اللي هو صبري نخنوخ اللي انت عارفه باسم صبري نخنوخ، وده كان محكوم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته في جنايات متعددة: حيازة سلاح بدون ترخيص، اتجار في المواد المخدرة، ممارسة أعمال البلطجة، والاحتفاظ بحيوانات مفترسة بدون إذن أو بدون ترخيص. ورقم صبري نخنوخ هو 20 في قائمة من حصلوا على العفو بين ال 332 سجين جنائي في مايو 2018. وفي مايو 2020 أصدر السيسي قرارا بالعفو عن 3157 سجينا، منهم محسن السكري المدان مع هشام طلعت مصطفى في قضية قتل سوزان تميم في دبي سنة 2008. وبكده يبقى دم سوزان تميم راح هدر تماما. وفي أبريل سنة 2021 أصدر السيسي قرارا بالعفو عن 1686 سجينا جنائيا. وفي يوليو سنة 2022 أصدر قرارا بالعفو عن عدد لا يتجاوز أصابع اليد من السياسيين، وده في قرار واحد مع مئات الجنائيين. ومن الجنائيين دول طارق النهري اللي اتمسك والسلاح غير المرخص في ايده، والمحكوم عليه في قضية أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي، القضية نفسها اللي أحمد دومة معتقل على ذمتها، بس السيسي أفرج عن الجنائي اللي كان شايل سلاح بدون ترخيص، وما أفرجش عن السياسي اللي كان بيتظاهر وبيهتف. أظن كده موقف السيسي بقى واضح جدا، نفرج عن طارق النهري المسجون الجنائي ولا نفرج عن أحمد دومة في القضية نفسها المعتقل السياسي. بالمناسبة عمرو درويش وبكمالة اللخبطة قاعد يقول بتستعدي بدل ما يقول بتستدعي، وده جهل، ومش عيب ان اي حد يكون جاهل، لكن العيب انه يكون جاهل وهو مش عارف انه جاهل، انه يكون جاهل وبيفتي. الشاعر بيقول: اذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري فكيف اذا تدري؟ جاهلت ولم تعلم بانك جاهل، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري. صحيح، من لي بأن تدري بأنك لا تدري صعب جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غايظ نحل بلدياتي، أنا الأديب الأدباتي غايظ نحل بلدياتي، أغلب توحوح وأهاتي، لكن بلدنا سمعات إلى الله 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 يا بدوي هادي الشخلي، الله 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 يا بدوي هادي الشخلي. الأديب الأدباتي غايظ نحل بلدياتي، أنا الأديب الأدباتي غايظ نحل بلدياتي، أغلب توحوح وأهاتي، لكن بلدنا سمعات الله 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 يا بدوي هادي الشخلي، الله 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 يا بدوي هادي الشخلي.
شرم برم والناس غفلة والغفلة على الأفهم قفلة شرم برم والناس غفلة والغفلة على الأفهم قفلة والكذب لعلع في الحفلة وأغلب السامر مساطيل الله 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 يا بدوي دق الشخاليل الله الله يا بدوي دق الشخاليل شرم برم والناس غفلة والغفلة على الأفهم قفلة شرم برم والناس غفلة والغفلة على الأفهم قفلة والكذب لعلع في الحفلة وأغلب السامر مساطيل الله 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 يا بدوي دق الشخاليل الله 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 يا بدوي دق الشخاليل حالتنا ما تسرش إنسان وحالنا يصعب على الغلبان حالتنا ما تسرش إنسان وحالنا يصعب على الغلبان لكن يا خلق علينا لسان لو جرنا عالصلب يسيل الله 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 يا بلدي يا ام الشماليل الله 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 يا بلدي يا ام الشماليل حالتنا ما تسرش إنسان وحالنا يصعب على الغلبان حالتنا ما تسرش إنسان وحالنا يصعب على الغلبان لكن يا خلق علينا لسان لو جرنا عالصلب يسيل الله 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 يا بلدي يا ام الشماليل الله 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 يا بلدي يا ام الشماليل السوسنة خبزة في العشة وعظمة الغنم تهشة السوسنة خبزة في العشة وعظمة الغنم تهشة عايزين صابونة ومقشة وهات يا كنسي وهات يا غسيل الله 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 يا بلدي مشوارنا طويل الله 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 يا بلدي مشوارنا طويل السوسنة خبزة في العشة وعظمة الغنم تهشة السوسنة خبزة في العشة وعظمة الغنم تهشة عايزين صابونة ومقشة وهات يا كمسي وهات يا غسيل الله 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 يا بلدي مشوارنا طويل الله 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 يا بلدي مشوارنا طويل ادي العبارة يا متولي ودي الصراحة اللي تملي ادي العبارة يا متولي ودي الصراحة اللي تملي توجع وتتعب وتخلي عرق الغضب دلومت فيه الله 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 يا بدوي لم الشخاليل الله 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 يا بدوي لم ادي العبارة يا متولي ودي الصراحة اللي تملي ادي العبارة يا متولي ودي الصراحة اللي تملي توجع وتتعب وتكلي عرق الغضب دلومي إلى الله 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 يا بدوي لم الشخاليل الله 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 يا بدوي لم الشخاليل طب لم الشخاليل يا عمي لم الشخاليل غايظني حال بلدياتي أنا الأديب الأدباتي غايظني حال بلدياتي أغلب توحوح وأهاتي لكن بلدنا سمعات إلى الله 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 يا بدوي هادي الشخاليل الله 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 يا بدوي هادي الشخاليل الأديب الأدباتي غايظني حال بلدياتي أنا الأديب الأدباتي غايظني حال بلدياتي أغلب توحوح وأهاتي لكن بلدنا سمعات الله 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 يا بدوي هادي الشخاليل الله 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 يا بدوي هادي الشخاليل
شرم برم والناس غفلة والغفلة على الأفهم قفلة شرم برم والناس غفلة والغفلة على الأفهم قفلة والكذب لعلع في الحفلة وأغلب السامر مساطيل الله 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 يا بدوي دق الشخاليل الله الله يا بدوي دق الشخاليل شرم برم والناس غفلة والغفلة على الأفهم قفلة شرم برم والناس غفلة والغفلة على الأفهم قفلة والكذب لعلع في الحفلة وأغلب السامر مساطيل الله 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 يا بدوي دق الشخاليل الله 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 يا بدوي دق الشخاليل حالتنا ما تسرش إنسان وحالنا يصعب على الغلبان حالتنا ما تسرش إنسان وحالنا يصعب على الغلبان لكن يا خلق علينا لسان لو جرنا عالصلب يسيل الله 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 يا بلدي يا أم الشماليل الله 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 يا بلدي يا أم الشماليل حالتنا ما تسرش إنسان وحالنا يصعب على الغلبان حالتنا ما تسرش إنسان وحالنا يصعب على الغلبان لكن يا خلق علينا لسان لو جرنا عالصلب يسيل الله 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 يا بلدي يا أم الشماليل الله 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 يا بلدي يا أم الشماليل السوسنة خبزة في العشة وعظمة الغنم تهشة السوسنة خبزة في العشة وعظمة الغنم تهشة عايزين صابونة ومقشة وهات يا كنسي وهات يا غسيل الله 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 يا بلدي مشوارنا طويل الله 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 يا بلدي مشوارنا طويل السوسنة خبزة في العشة وعظمة الغنم تهشة السوسنة خبزة في العشة وعظمة الغنم تهشة عايزين صابونة ومقشة وهات يا كمسي وهات يا غسيل الله 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 يا بلدي مشوارنا طويل الله 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 يا بلدي مشوارنا طويل ادي العبارة يا متولي ودي الصراحة اللي تملي ادي العبارة يا متولي ودي الصراحة اللي تملي توجع وتتعب وتخلي عرق الغضب دلومت فيه الله 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 يا بدوي لم الشخاليل الله 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 يا بدوي لم ادي العبارة يا متولي ودي الصراحة اللي تملي ادي العبارة يا متولي ودي الصراحة اللي تملي توجع وتتعب وتكلي عرق الغضب دلومي إلى الله 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 يا بدوي لم الشخاليل الله 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 يا بدوي لم الشخاليل طب لم الشخاليل يا عمي لم الشخاليل